إلا كان عندك شي عقار سواء دار بقعة أرضية ولا محل تجاري، خصك تسمع ليا مزيان، حيت اليوم غادي نعطيك واحد المعلومة مهمة بزاف تحمي بها راسك من النصب والتزوير. في 2026 مع كثرة قضايا الترامي على العقارات والتزوير، مبقاش مقبول تبقى غير كتشوف وتسنى حتى يوقع المشكل. أول خطوة خصك ديرها هي تسجل في خدمة محافظتي. هاد الخدمة الإلكترونية راه كتخليك توصل رسالة مباشرة في التليفون ديالك أو الإيميل ديالك إلا دار شي واحد شي طلب أو إجراء على التيتر ديالك اللي هو الرسم العقاري. يعني إلا أي شخص حاول يدير تقييد بيع رهن أو أي إجراء آخر، كتكون نتا على علم به في الحي وما كتبقاش آخر ما يعلم. خدمة محافظتي راها مجانية، راه مكتحتاج تخلص عليها حتى شي حاجة، يكفي أنك تدخل تسجل في الموقع ديال الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أولا تمشي للمحافظة وتعطيهم لاكارت ناسيونال والرقم الهاتف ديالك ويسجلوك هما بلا ما تدخل إلا ما كنتيش بغيتي تدخل في السيت. وتاني إجراء ممكن ديرو هو أنك تمشي تسحب نظير الرسم العقاري أو الكناش الزرق كما كيسميوه بالعامية. راه يكفي أنك تقدم واحد الطلب ولاكارت ناسيونال ديالك وتقول لهم بغيت نسحب الكناش ديالي زرق اولا نظير الرسم العقاري. راه حتى هي خدمه مجانيه ما كتخلص عليها حتى شي حاجه، وهاد الخدمه هادي راه كتحميك من ان اي واحد يجي يدير شي تقييد، لان النص القانوني كيمنع المحافظ يدير اي اجراء يقتضي موافقه المالك حائز النظير الا كان النظير مسحوب، وبالتالي راه تيرفض اي اجراء. جا شي واحد يقيد شي بيع بلا انت بعتي ليه او رهنتي ليه وما كانش ناظر الرسم العقاري، راه تيرفض المحافظ يقيد هذاك العقد. هاد جوج خطوات راهم بساط، راه يقدروا ينقذوك من صداع كبير ومحاكم وغرامات ونزاعات الى غير ذلك، ومن امكانيه ان شي واحد يجي يستولى لك على العقار ديالك عن طريق التزوير. السلام عليكم.